هنعرف في الفيديو ده ازاي المكرونة بالبشاميل تطلع معاكي كريمية وجوسي، وكمان هنعملها مع بعض بأسهل طريقة. انا متأكدة انك بعد الفيديو ده هتكوني محترفة فيها، والكل كمان هيسألك على الطريقة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا بسرعة نشوف الجمال ده كله اتعمل ازاي. هبدأ أول حاجة بتجهيز العصاج. معايا ربع كيلو لحمة مفرومة، ما تبقاش كلها حمرا خالص، تكون فيها نسبة دهون حوالي 5%. رفعت طاسة على النار ونزلت فيها بمعلقتين أو 3 زيت كبار، وأول ما سخنوا نزلت باللحمة، والنار وقتها تكون متوسطة. شوحت اللحمة كويس جدا لحد ما لونها بدأ يتغير بالشكل ده، وبعد ما لونها اتغير نزلت عليها ببصلتين حجمهم وسط مفرومين ناعم، وشوحت لحد ما البصل بدأ يدبل. وبعد كده نزلت بالتوابل وهي ملح وفلفل اسود ورشة قرفة وبهار مشكل. وبعد كده نزلت بكوباية من عصير الطماطم وقلبت وغطيت، وهديت النار شوية لحد ما اللحمة استوت. وقتها كنت رافعة حلة على النار فيها مية بدأت تغلي، نزلت فيها بمعلقة صغيرة من الملح، وأول ما المية غليت نزلت فيها بنص كيلو مكرونة قلم. قلبتها وهديت عليها النار لحد ما استوت. انا عايزه السوا بتاعها يبقى 3/4 سوا، مش سوا كامل، لان هي لسه هتخش الفرن فتكمل سواها في الفرن. هنا كانت المكرونه استوت، هصفيها وهبردها بميه وهحطها في مصفى. وكانت كمان اللحمه المفرومه كانت استوت. هجهز دلوقتي البشاميل. معايا كيلو من اللبن البارد، اللبن كان خارج من التلاجة. انا اللبن بتاعي كان كامل الدسم، وكانت نسبة الدسم فيه عالية، فانا محتاجتش ان انا احط له قشطة. لو اللبن اللي هتستخدميه كان لبن خالي الدسم، وقتها حطي له معلقتين قشطة كبار. نزلت عليه بثلاث معالق كبار من الدقيق، بمعلقة كبيرة من الجبنة الكريمي، ومكعب مرق الدجاج، والتوابل ملح وفلفل اسود، ورشة من البهار المشكل. قلبت كله كويس قوي على البارد لحد ما الدقيق كله داب، وبعد كده رفعته على النار. بفضل برضو اقلب، ما بسيبش الخليط خالص عشان ما يكتلش مني. النار ساعتها تكون متوسطة لحد ما يتقل ويغلي بالشكل ده. شايفين قوام البشاميل عامل ازاي؟ كريمي ورهيب ومفيهوش اي تكتلات، وده اسرع بشاميل ممكن تعمليه. دلوقتي بعد ما المكرونه اتصفت كويس قوي نقلتها في بوله ونزلت عليها بشويه من البشاميل، وهقلب البشاميل مع المكرونه بالشكل ده. هنا كنت بزود شويه بشاميل كمان. حلو قوي كده. ومعايا كمان اللحمه المفرومه. جبت البايركس بتاعي او اي صينيه الاول في شويه بشاميل، وبعد كده شويه من المكرونه بالشكل ده، وبعدين اللحمه المفرومه. لو وصلتي معايا لهنا ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه لو اول مره بتشوفيني على اليوتيوب، وفولو للبيج لو بتشوفيني على الفيسبوك او التيك توك. كده حلو قوي. حطيت شويه بشاميل كمان على اللحمه المفرومه، ورشه جبنه موتزاريلا، ده اللي بيخليها جوسي وكريميه قوي من النص، ومكرونه تاني من على الوش. تمام كده حلو قوي. وهنزل بقى بباقي البشاميل على الوش. واخر حاجه جبنه موتزاريلا. انا كنت مسخنه الفرن على درجه حراره 220 على الشبكه رف اوسط. هدخل الصينيه لحد ما تستوي. لو احتاجت اخر دقيقه ان انا اشغلها الشوايه عشان تاخد اللون الذهبي المظبوط ده، بعمل كده اخر دقيقه بس. بسيبها تهدى شويه بس حوالي 5 دقايق او 10 دقايق اول ما بتخرج من الفرن، وبعد كده بقطعها بالشكل ده. بتبقى رهيبه يا جماعه. شايفين قد ايه هي كريميه قوي؟ متاكده ان هي هتعجبكم جدا، وكمان هتعتمدوا الطريقه. حلوة قوي وطرية جدا، وطعمها فعلا احلى كتير من اللي بناكلها بره في المطاعم. انا متأكدة ان انتوا اللي جربتوها هتنجح معاكم من اول مرة، لان هي طريقتها بسيطة خالص وسهلة قوي. اظن شكلها باين ان هي كريمية جدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم،
وتشاركوها مع كل اللي بتحبوهم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير بافكار كتير جديدة ان شاء الله تنال اعجابكم. واخيرا ما تنسوش اللايك والشير.